ازيكم، اهلا بيكم في تاني فيديو من سلسله تيبس اند تريكس على فيجما. في الفيديو بتاع النهارده هوريكم ازاي ممكن نعمل المستطيل اللي انتوا شايفينه بالشكل ده او ده. المستطيلات بالشكل ده اللي هي بتبقى ليها زي سهم كده من الجنب او من تحت، بتستخدم او بنحتاجها في تصميمات كتير جدا، وبالذات اللي هي بتبقى فيها شارت زي المنظر اللي انتوا شايفينه ده. يعني مثلا لو يبقى في اي شارت كده والمفروض ان احنا بنعمل هافر على اي نقطه او نقف على اي نقطه من النقط هنا، فبيظهر معايا بيانات عن النقطه دي، وفي الغالب بتبقى يا اما مستطيل بس يا اما مستطيل وليه السهم اللي انتوا شايفينه ده. طب ازاي ممكن اعمل الموضوع ده بسهوله جدا؟ في ناس ممكن تفكر ان هي تعمله بالطريقه اللي انا هوريها لكم دي، تعمل كده مستطيل، وبعد ما تعمل المستطيل بتعمل له زي راديوس كده من هنا، او تعمل الحروف بتاعته دي دائريه شويه، او ممكن من غيرها خالص مفيش اي مشكله. وبعد كده بتجيب المثلث وتبدا ان هي تعمل مثلث بالشكل اللي هي عايزاه وتلفه بالشكل ده كده، وبتدمجه كده وبتعمل الاتنين بنفس اللون، سواء بقى تحط المثلث هنا او مثلا سواء ان هي هتعمله بالشكل ده وتحطه هنا، ايا يكن. المهم ان هي بتعمله بالشكل ده، وبعدين الاتنين بتعملهم بنفس اللون، وكمان بتعملهم مثلا جروب مع بعض وخلاص على كده. طيب الطريقه دي صح ولا غلط؟ انا مش هقول عليها غلط، لكن في طريقه اسهل من كده ممكن ان احنا نعملها بيها. تعالوا نحذف خالص المثلث ده، بعد كده هنضغط مرتين على المستطيل بتاعنا، هيظهر معانا بالشكل ده. لما نعمل هافر عليه هيبتدي يظهر الخطوط اللي احنا شايفينها دي. تعالوا كده نكبر شويه. لما بقى تعملوا كده عند الاضلاع بتاعته بالشكل ده كده هافر برضو او تقفوا عليها، هتلاقوا في نقط كده موجوده او دوائر موجوده. هنضغط على الدايره اللي موجوده في المكان اللي احنا عايزين نعمل عنده المثلث او السهم اللي احنا هنشتغل عليه. بعد كده هبدا ان انا انزله شويه لتحت. بعد ما انزله شويه لتحت هلاقي ان الجزء ده ظهر فيه هو كمان دايره، والجزء ده ظهر فيه هو كمان دايره. طيب همسك الدايره اللي هنا وابدا ان انا ارفعها شويه لغايه ما تديني العلامه الحمراء دي او الخط الاحمر ده ان هما كده في نفس المستوى، واوصل بيها للجزء اللي انا عايزاه. واعمل نفس الموضوع مع النقطه اللي موجوده الناحيه التانية. ارفع كده اديتني الخط الاحمر وابدا ان انا اقرب لغايه ما اوصل لتقريبا نفس المسافه هنا هي المسافه هنا. طب اعرف منين ان المسافه هنا هي المسافه هنا؟ هقف كده عند النقطه دي، هضغط عليها، اتاكد ان انا ضغط عليها ازاي. هيبقى موجود العلامه الزرقاء اللي انتوا شايفينها دي، هيبقى الدايره لونها ازرق مش زي بقيه الدواير. بعد كده هروح اقف عند نهايه الضلع عند الدايره التانية كده، مش هضغط لكن هبقى واقفه بس عليها، وهضغط الت في الكيبورد. هيظهر لي المسافه ان من هنا لهنا 67. هعمل نفس الموضوع عند النقطتين التانيين، هضغط على دي واروح اقف بس هنا كده واضغط على الت 65. يبقى انا لسه فارق معايا، يا اما هزود دي شويه نقطتين يا اما هقلل دي نقطتين. بعد لما اخلص اقدر ان انا اعدل شويه في الجزء ده، يعني الجزء ده معمول راوندد قوي او معمول له راديوس كبير شويه. لو انا عايزاه كده مفيش اي مشكله، لو مش عايزاه كده هبدا ان انا اقلل الراديوس بتاعه عادي جدا. هضغط على النقطه دي برضو واعلمها واروح اغير الراديوس بتاعه. وطبعا انا وريتكم في الفيديو الاول ازاي ممكن نعمل راديوس. بعد كده هضغط، بعد ما اخلص بقى خلاص هضغط مرتين كده بره المستطيل وابدا ان انا اصغره، وهيبقى معايا بالشكل ده. اقدر برضو اعمل نفس الموضوع من الجنب هنا. لو ضغطنا مرتين اهو هلاقي عندي نفس النقطه هنا، اقدر ان انا اشتغل عليها بنفس الشكل، والنقط دي هتبدا تظهر اهي كده، واقدر ان انا اشتغل عليها زي ما انا عايزه. هتمشوا بنفس الخطوات مفيش اي مشكله، في اي ضلع من الاضلاع بتاعه المستطيل تقدروا تشتغلوا عليه بالشكل ده. بعد كده هنلونه باللون المناسب ونكتب عليه التكست اللي احنا عايزينه وخلاص كده. الطريقه دي ممكن تبان لكم مثلا ان احنا خدنا فيها وقت شويه، لكن بالعكس لما تعملوها مره واتنين الموضوع هيبقى سهل معاكم جدا ومش هتاخدوا فيها وقت طويل خالص. ودي كانت تاني تيب او تريك تقدروا ان انتوا تعملوها علشان تنجز معاكم في الوقت وانتوا بتعملوا اي تصميم، وكمان هيبقى معاكم هو شكل واحد مش شكلين ولا جروب ولا حاجات من دي خالص. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في قناه اليوتيوب، وكمان تعملوا فولو على الانستجرام، واستمروا في الابداع، ومع السلامه.